الأخت الفاضلة تسأل عن النوافل، والنوافل كما ذكرت 12 ركعة 12 ركعة، ركعتان بعد صلاة الصبح وست ركعات مع الظهر، وست ركعات مع الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يبقى دي 12 ركعة، دي السنن المؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل تقول: لو لم تستطع أن تصلي ركعتين من هذه النوافل في وقتها، هل يجوز لها أن تصليها في غير وقتها؟ والجواب نعم. الجواب نعم، يجوز لها أن تصليها في غير وقتها، فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، فلما سألته أم سلمة رضي الله عنها قال: شغلني توزيع الغنائم عن هاتين الركعتين فصلىهما بعد العصر. ومن أهل العلم من قال بأنه صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في الصحيحين، استدلوا على جواز ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل 11 ركعة صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة. فيجوز للأخت إن فاتها شيء من النوافل أن تقضيه، والله تعالى أعلم، على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب كما قال جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. التهجد كم ركعة؟ ذكرت الآن أنه كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عبد الله بن عمر عن 13 ركعة. هذه صلاة الليل.